اكيد ركبت اسانسير في حياتك قبل كده وكتير كمان، بس عمرك فكرت المرايه اللي محطوطه جوه الاسانسير دي محطوطه ليه؟ وليه موجوده في 90% من الاسانسيرات اساسا؟ اوعى تفتكر ان اللي مركب الاسانسير ده مكلف نفسه عشان تاخد لك صورتين سيلفي، اصله مش عاشق جمالك في الضلمه يعني. المرايه دي ليها اسباب تانية خالص، اهمها مثلا انها بتساعد المرضى وكبار السن اللي بيستخدموا كرسي متحرك، وده عشان يشوفوا المكان كويس وهم داخلين. وعشان كده المرايه بتكون في الوش وبطول الاسانسير كله. ده غير كمان ان المرايه دي بتدي احساس بالوسع، ودي بقى حاجه كويسه جدا للناس اللي عندها فوبيا من الاماكن المغلقه، خصوصا بقى ان المرايه بتشتت انتباههم شويه وبتخليهم مش مركزين في الوقت اللي موجودين فيه في الاسانسير. وعشان كده برضو الاسانسيرات بيتشغل فيها موسيقى او قران. ضيف بقى كمان ان المرايه بتعكس الضوء وبتخليك تشوف كل حاجه بتحصل في المكان حواليك كويس جدا. واخر استخدام واقلهم اهميه هو انك تعدل فيها هدومك وتثبت